الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث معروف، له كتاب اسمه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، يعني عمل رسالة مستقلة لهذا الشهر. ماذا قال؟ قال: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء معين منه، يعني اليوم الفلاني ولا غيره، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. إذن ما ورد في حديث صحيح أبدا. يقول الحافظ ابن حجر: وقد سبقني إلى ذلك أبو إسماعيل الهروي الحافظ ورويناه عن غيره. إذن في ناس بيقول لك صوم أول يوم رجب، واحد بيقول لك يوم 27 رجب، هذا كله غير صحيح. مين عم يحكي هالكلام؟ هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره، من جملتهم ابن رجب في كتابه لطائف المعارف. نعم، فقط ورد حديث بصيام الأشهر الحرم بشكل عام، وهو حديث مجيب الباهلية عن أبيها أو عمها أن رسول الله قال له لعمها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. شو قال الحافظ ابن رجب؟ قال: في إسناده من لا يعرف. شو معناتها؟ معناتها ضعيف. إذا كان في واحد مجهول بالإسناد معنى هذا حديث ضعيف. وشو قال بعدين الحافظ ابن حجر؟ قال: والأحاديث الصريحة الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه تنقسم قسمين: قسم ضعيف وقسم موضوع. هون فصل، بالأول قال ما في حديث صحيح وجاب الآن التفصيل، وأورد في كتابه هالأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، ما بدنا نقولها، يلي بده يعرفها يرجع إلى هذا الكتاب. لكن منجيب مثالين. فمن الأحاديث الضعيفة التي أوردها الحديث الذي يقال فيه إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال هذا حديث ضعيف. أما الحديث الباطل والغير الصحيح يلي أحيانا يتداول، وذكروا ابن حجر وابن رجب وغيره كثير من العلماء قالوا، وهو قولهم إنه هذا حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. مو صحيح هذا الحديث. نعم، لأنه الثلاثة كلها شهر المسلمين وشهر النبي عليه الصلاة والسلام، وما في هذا التوزيع. نعم، فلذلك الحافظ ابن رجب كمان قال: لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به. وفي أحاديث مروية قال: والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح. شو هي صلاة الرغائب؟ في ناس لحد الآن بيقولوها إنه صلاة بأول ليلة جمعة من شهر رجب. هي الصلاة باختصار بيقولوا إنه صلاة 12 ركعة، بكل ركعة بيقرأ سورة الفاتحة وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة بكل ركعة، وكل ركعتين يفصل بين كل ركعتين بتسليم، إلى آخر ما ذكروا في هذه الصلاة. يعني ما بدنا نتكلم عنها، والدعاء بعدها. الحافظ ابن رجب قال هذا كذب وباطل. الإمام النووي كمان
قال هي بدعة قبيحة منكرة يتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها. إذن في صلاة مخصوصة برجب؟ ما في صلاة مخصوصة. يعني هذه المعلومات يجب أن نكون على بينة منها حتى ما نؤخذ قال رسول الله ويكون الحديث كله ما له أصل.